السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب الصف الأول الثانوي. الفيديو ده مهم جدا، ما ينفعش تدخل الامتحان قبل ما تسمعه، وما ينفعش تبدأ تحل امتحانات قبل ما تسمعه. يا ريت نشير الفيديو لأصحابنا عشان كل الناس تستفاد ده، ونشترك في قناة فرنساوي مع همة. بسم الله نبدأ مع بعض. هنجيب أهم النقاط المهمة في المنهج، إزاي تقدر تقفل مادة اللغة الفرنسية بسهولة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة، أول معلومة لازم تخلي بالك منها، عندي كلمة اسمها نوفيل. كلمة نوفيل، الكلمة دي لها استخدامين يا جماعة. معناها جديد، جديدة، مؤنثة، وبستعملها في سؤال المواقف بمعنى أخبار. يعني إيه؟ لما يقول لي تونامي صديقك ديموند، بيطلب منك. لما يقول لك تونامي صديقك ديموند، بيطلب منك إيه؟ نوفيل، أخبارك إيه؟ واحد يقول لي دي الكلمة دي مش معناها جديد، لا، هنا معناها أخبار. معنى كده إن الإجابة بتاعتي لازم أدور هيكون معايا مثلا مال، يعني مش وحش، يعني الحمد لله تمام. تغيب يعني الحال، بسأل عن الحال، تمام. ممكن ألاقي الإجابة مكتوب فيها كومسي كومسا، يعني تمام، حلو أو ماشي الحال. افا. طب لازم ادور على كلمه من الكلمات دي اول ما الاقي في الموقف او السيتياسيون، سؤال المواقف، كلمه نوفيل. طب هي بتعادل ايه يا ميس؟ بتعادل كلمه ايتا، يعني الحاله، يعني حالتك ايه، يعني انت اخبارك ايه. لما الاقي كلمه ايتا او كلمه نوفيل، لازم الاجابه بتكون نفس الكلمات اللي انا كتبتها على التابلو. طيب ايه المعلومات المهمه تاني؟ كلمة نوفيلا المذكر بتاعها يا ميس نوفو، يعني جديد. طيب نوفيلا بإل واحدة. طب ايه ده؟ ماسكولا مذكرة والكلمة دي ماسكولا مذكرة. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان كلمة نوفيل بإل واحدة بيجي بعديها كلمة مذكرة مبدوءة بلتر فويل، حرف متحرك. اما اقول نوفيلا مي بس بتكون مذكرة، صديقي الجديد. نوفيل امي يعني بتيجي بعديها كلمة مذكرة مبدوءة بلتر فويل، حرف متحرك. أما كلمة نوفو يعني كلمة مذكرة بيجي بعديها كلمة مبدوءة بلتر كونسون، يعني حرف ساكن. نوفيل هنا فيمينا، مؤنث، تمام. دي اول ملحوظه نخلي بالنا منها. يبقى بنستعملها في الجرامر، بتيجي بالشكل ده، وبنستعملها في سؤال السيتياسيون المواقف. خلي بالك في سؤال في نهايه الفيديو هتكتب اجابته من تحت عشان تثبت ان انت فهمت الدرس. طيب ايه التركايه الثانيه نخلي بالنا يا ميس منها؟ كلمه كونجي يا جماعه، كونجي يعني اجازه او عطله. الكلمه ديت لما بتيجي في سؤال القطعه، من اهم تركات القطعه، ساعات بتلاقي كلمه كونجي في القطعه والاجابه ما فيهاش كلمه كونجي. الكلمه دي بالبديل بتاعها لو ويكند، يعني انت بتعمل ايه في نهايه الاسبوع او العطله بتاعتك في نهايه الاسبوع. كلمه كونجي لها استعمالين. تستعمل كاجازه لما تيجي تترك حد او تقول له الى اللقاء، او انت قاعد مع حد وعايز تسيبه تقول له كونجي، يعني كلمه اوروفوار، الى اللقاء. يعني كلمه ابليس، الى اللقاء. يعني كلمه اتشاو، الى اللقاء، كلمات الوداع. يبقى كلمه كونجي عندما تترك صديق او تترك حد، وبتساوي كلمه لو ويكند اللي نبتدي في القطعه. يعني انت عملت ايه في يوم الاجازه، فتلاقي الاسئله تحت موجود في كلمه ويكند ومش موجود كلمه كونجي، او العكس. انت اللي تخلي بالك منها لما تلاقي كلمه تولو موند وجاي بعديها فيرب في السؤال القواعد، عايزه اصرف بعديها الفيرب. كلمه تولو موند يعني كل الناس. يا ميس ده الكلمه دي اكيد جمع، ده كل الناس مش انسان فرد واحد. الكلمه دي بتعامل معامله ان المفرد بالظبط، تمام. يعني ايه؟ لو جه بعديها مثلا كلمه طول موند وعمل لي نقط وعايزه اصرف فيرب زي فيرب ايمي يحب مثلا، الفيرب لما اجي اصرفه بصرفه كانه ان المفرد بالظبط. هقول ايم، بحذف الاي واقول ايم واخره الاي،
لو مجموعة أولى. قلت له مون تعامل معاملة المفرد لما أجي أصرف بعديها فيرب. طب كلمة ما فامي يعني العائلة. واحد يقول لي العائلة دي يعني متكونة من أب وأم وأخوات، معناها كده الكلمة دي جمع. الكلمة دي تعامل معاملة المفرد. لما أجي أصرف بعديها فيرب بيصرف كأنه المفرد. نخلي بالنا من المعلومات الصغيرة دي. 4 لما تلاقي الصفات سيرفيابل. سيرفيابل يعني خدوم. سوسيابل يعني إنسان اجتماعي عنده أصدقاء كتير. تمام. الكلمة دي بتساوي مثلا إلى بيكو، عشان لما بتيجي في المواقف دي زامي يعني لديه أصدقاء كتير. هنا بيحب إيد يساعد طول موند، بيساعد كل الناس. تمام. طيب سيرفيابل سوسيابل ايه المعلومه المفروض اعرفها عنهم؟ ومعاهم الصفه تيميد خجول، ومعاهم سامباتيك يعني جميل. ايه يا مس اللي عايزه تقوله لنا؟ الاربع صفات بيمشوا معايا ماسكولاه مذكر ومؤنث فيمينا، عشان لما بتيجي في الاختياري سيرفيابل سوسيابل تيميد سمباتيك بيمشوا معايا ماسكولا وفيمينا، يعني ما بيتغيروش في المذكر ولا بيتغيروا في المؤنث. وممكن اضيف لهم كلمه كاماراد يعني زميل. الكلمه دي ما بتتأنسش وما بتتذكرش، بتمشي معايا ماسكولا وفيمينا. طب ادينا مثال يا مس على بيجي في المواقف كده. لما اقول بيير او علي او اي اسم ولد ايه بيكون معنى كده ان بيير ده اسم ماسكولين مذكر، يعني محتاجه له صفه مذكره لان الصفه بتتبع الموصوف. هقول تيميد خجول، ولا اقول بافارد ثرثار، ولا اقول سوريانت يعني انسان مبتسم ومضحك؟ ايه ده يا ميس؟ ده انا شايف كل الصفات في منها اخرها ايه مؤنثه. طب ازاي هجيب صفه لعلي؟ هقول لك هنا ديت في منها مؤنثه مش هتنفع، سوريانت مؤنثه مش هتنفع، تيميد بتمشي معايا ماسكولا وفيمينا، فدي الاجابه المظبوطه. لما اقول هنا ما تشيلد ايه واختار لها صفه، كوبا زميل، ولا كا ما غارد زميله، ولا هنا امي صديق؟ طبعا كلمه ماتيلدا كلمه مؤنثه لازم اجيب لها صفه مؤنثه. هنا ماسكولا كوبا ماسكولا، تبقى كما غاد زميله. هنا بتمشي معايا ماسكولا وبتمشي معايا فيمينا. دي مهمه جدا. لما اقول لك تيم انت بتحب أوليسي في المدرسه الثانوي، وعايز اداه استفهام ك ولا ك ولا كوا ولا كسك، يعني ماذا أنت تحب في المدرسة الثانوي؟ دي كلها أدوات استفهام بمعنى ماذا. طب هختار مين فيهم يا ميس؟ نخلي بالنا من معلومة مهمة جدا. واحد هيجي يقول لي قولي سي مبدوءة بلتر فويل فهاخد كي أبوستروف، هقول له غلط. خلي بالك كلمة كوا يعني ماذا بتيجي في منتصف السؤال زي كده اهو، هقول كوا، أو في آخر السؤال. يعني ماذا أنت تحب في المدرسة الثانوي تبقى دي الإجابة المظبوطة. ونخلي بالنا من السؤال ده مهم جدا. صفات ما ينفعش إن أنا أأنسها ولا أجمعها ولا أغيرها، زي كلمة ماغو اللون البني، زي كلمة أورانج اللون البرتقالي، زي الصفة سوبر يعني رائع. الكلمات ديت بتمشي معايا مذكر ومؤنث وجمع، ما بينفعش اغيرها نهائي حتى لو الاسم اللي قبليها جمع. جو يعني انا لدي، دي ستيلو اقلام جمعه ماهو بني يعني بني، او غانج. يبقى الصفات ما ينفعش اجمعها، تمام، لا تتغير. بس خلي بالك في معلومه مهمه جدا، في صفه عندي سامبا يعني جميل.
الكلمة دي بتمشي معايا مذكر ومؤنث بس بتجمع، معلومة مهمة جدا. سامبا بتمشي معايا مذكر ومؤنث بس في حالة الجمع بضيف لها الاس. ميس ما تنسيناش في الألوان، الألوان اللون الروز واللون الروج واللون الجن بيمشوا معايا ماسكولا وفيمينا، لا يتغيروا. تمام، ما بيتغيروش. لما اقول هنا جي انا لدي ان بنطلون، عندي بنطلون، وقال لي اختار هنا روج ولا فيوليت ولا بلو ازرق. طيب سهل قوي يا ميس، البنطلون مذكر يعني عايز صفه مذكره، فيوليت مؤنثه مش هتمشي معايا، بلو مؤنثه مش هتمشي معايا اخرها الاي، تبقى كلمه روج بتمشي معايا ماسكولا وفيمينا، تبقى دي الاجابه المظبوطه. ان كلمه بلون اللون الابيض لما اجي انسه اقول بلانش، اللونين اللي بيتغيروا في التانيث والتذكير. اللون الفيولي البنفسجي لما اجي انسه اقول فيوليت. نخلي بالنا من المعلومه دي مهمه. بلان بلانش يعني ابيض، فيولي فيوليت يعني بنفسجي. كمل معايا، ولو استفدت ما ننساش اللايك والشير يا جماعه، ونكتب في الكومنتات عشان الفيديوهات ترتفع. طيب هنا عندي معلومه مهمه جدا بتيجي في السؤال، المواقف والقطعه. لما اقول هنا جو نم كلنا عارفينها، عارفينها يا ناس، يعني انا لا احب. دايما بجيب البديل بتاعها في القطعه معناها جو دي تيست، يعني انا بكره. واحنا عارفين فيربات الميول لازم بستعمل معاهم ادوات المعرفه. تبقى جينين با بتعادل كلمه جو ديتيست يعني انا بكره. ونخلي بالنا لو شفت فيرب ايمي يحب، فيرب بري في ري يفضل، فيرب ادوغي يعشق، فيرب ديتيستي يكره. الاربع فيربات اسمهم فيربات الميول، لازم لما اشوفهم في سؤال القواعد او في اي سؤال لازم بختار وراهم ادوات معرفه، لو للمذكر لا للمؤنث، الا ابوستروف مبدوء بلتر فويل حرف متحرك، وليه للجمع. المعلومه اللي جايه دي مهمه جدا ركز فيها. ما يجي واحد في الامتحان ويجي له سؤال اختياري زي ده ويقول لي ده كلمة كتب يعني جمع آخرها اس، ده وأنا مغمض عيني وطلع من الامتحان، هو أنا ليه ما قفلتش الامتحان؟ طب ما أنت غلطت كده غلط، ليه؟ يخلي بالك يا باشا، هو ضحك عليك في حاجة، لازم تقرا السؤال كله. السؤال هنا منفي، وأنا عندي معلومة بتقول السؤال المنفي بحول أدوات النكرة في حالة النفي تتحول للد او دي ابوستروف. ما دام السؤال منفي على الرغم من الكلمه جمع لازم تاخد الدو، يبقى هنا دو ليتر، نخلي بالنا. طيب وكمان ادوات التجزئه اللي هي دي ودي لا ودي الا ابوستروف، لو شفتهم في حاله النفي بتحولوا كده، ما عدا ايه يا ميس؟ ما عدا فيرب اتر، لو الجمله فيها فيرب اتر بسيبهم زي ما هم ما حولهمش. ادينا مثال يا ميس. اما اقول لك سيني سون با كاماراد يعني هم مش زميلات، قال لي ده في اس هنا والسؤال منفي والميس قالت لي في حاله النفي بعمل الد، هقول لك ده في فيرب اتر هنا. معلش هو عايز يدوخك شويه، ما دام في فيرب اتر سيب كل حاجه على طبيعتها ما تغيرهاش. عرفت الاختلاف بين الجملتين ايه؟ طيب يبقى فيرب اتر ما تحولش، سيب كل حاجه زي ما هي، ادي جمع. اما لو في حاله النفي ما عنديش فيرب اتر بحول الدي الجمع لدي ابوستروف او دي مفرد. طب في معلومه ثانيه تركايه مهمه، اما اقول هنا جي هنا نو فو ستيلو، انا عندي اقلام جمع جديده، اخد ايه؟ يلا انا سامعاكم، دي ولا دي ابوستروف؟ دي ولا دي الجمع؟ يا ميس انت قايله لنا قبل كده في شرح الحصص اللي قبل كده لما يكون عندي اسم جمع، ادي كلمه ستيلو مسبوق بصفه جمع بدي الدي.
دي الحاله الثانيه بعد النفي. يبقى في حاله النفي ما عدا فيرب اتر بدي دي. لو عندي الاسم الجمع مسبوق بصفه، نوفو يعني جديد، يعني صفه جمع اخرها اكس، معنى كده بدي الدي. ونخلي بالنا من المعلومه دي مهمه جدا، نخلي بالنا. والله انا شايفه كل المعلومات مهمه نخلي بالنا منها. لما اقول اليه هو اتولد، فيرب ني يولد، هنا مذكر فهنا مذكره. مي يعني في شهر مايو، لما يديني الشهر مباشره بدي اون. طيب لو قلت ني هي اتولدت، ادي مؤنثه ودي مؤنثه. مارس لو قلت هنا في تغوا 3 مارس يديها لك رقم او يديها لك ايه باللتر. لو جاب لي رقم قبل الشهر بدل له، نخلي بالنا. تمام. اما اقول ال سوني جمع مؤنث تتغير، كلمه ني بتتغير تبع الفاعل. طيب افريل في شهر افريل. طيب هنا بقول او موا دو واعملها ابوستروف عشان افريل مبدوءه بلتر فويل. لو الشهر مش مبدوء بابوستروف واعمل دي عاديه. تبقى كلمة اون بدي الشهر مباشرة، و موان دو تركيبة بدي الشهر مباشرة. أما الشهر لو مسبوق برقم بياخد اللي. طيب لو تاريخ مباشرة بدي اون على طول. نحفظ ده حفظ. الشهر مسبوق برقم، الشهر مباشرة اون. الشهر هنا سنة بدي اون، يبقى اون لها احتمالين. هنا او موان دو الشهر مباشرة. تقديم فواسي بستعملها للتقديم، بيجي بعديها مفرد وبيجي بعديها جمع. هقول هنا فواسي ها هي سيسيل، ادي اسم مفرد. ممكن اقول فواسي سيسيل اي ماري، يبقى جه بعديها جمع. طيب اما كلمه سي لازم يجي بعدها اسم مفرد، سي علي اسم مفرد. اما سي سون لازم يجي بعديها جمع، علي ايه سامي. هو بس انا بقدم ب فواسي وسي وسي سون، لا ممكن اقولها جو تو بريزونت بقدم لك. اما اقول ممكن اقول جو فو بريزونت بقدم لحضرتك او بقدم لكم. تمام. دي كلها طرق للتقديم. كولير يا جماعه الكلمه دي مؤنثه، يجي واحد في الامتحان ده مش اخرها ايه، لما يجي لها اختياري بتاخد كل المؤنثه، يعني اي لون انت بتحبه. كلمه برونو الاسم او اللقب الكلمه دي مذكره فبتاخد كل المذكره. كلمه دات التاريخ دايما بتاخد كل المؤنثه، عشان لما بتيجي في اول ما اشوف كلمه دات بدي كل المؤنثه. التاريخ كلمه مؤنثه، هنا كلمة مسكولة مذكرة. أدغس العنوان بياخد كل المؤنثة. السؤال بقى اللي هنجاوب عليه في الكومنتات. لمينا ملخص كده، لمينا ملخص للمنهج كله. اما اقول سي ني با هذا لم يكن ليفر كتاب، هاخد ان ولا دو ولا دي الجمع. خلي بالك هنا الجملة فيها فيرب اتر. يا ريت نكتب الإجابة في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.